اسمها فراعنة. عمل عملة تانية سيئة، هو اللي عثر على أنشودة النصر أو لوحة النصر اللي موجودة في المتحف المصري، اللي كتبها مرنبتاح لابن ال13 لرمسيس الثاني. عارف إن في لوحة فرعونية عمرها 3000 سنة موجودة في المتحف المصري اتكتبت فيها كلمة إسرائيل؟ والله الفراعنة نفسهم كتبوا الكلمة دي، بس مش زي ما انت متخيل. تعال نحكي القصة من الأول. احنا النهاردة هنتكلم عن لوحة مرنبتاح، أو اللي الناس بتسميها لوحة النصر، واللي اكتشفها عالم الآثار المشهور فلاندرز بيتري سنة 1896 في طيبة، وتحديدا في معهد الملك مرنبتاح. مين مرنبتاح ده؟ مرنبتاح ده ابن الملك رمسيس الثاني، ومسك الحكم بعد أبوه، يعني في نهاية الأسرة ال19 حوالي سنة 1208 قبل الميلاد. اللوحة دي عبارة عن نقش من الجرانيت الأسود، ارتفاعها حوالي 3 متر، وفيها 28 سطر مكتوبين بالهيروغليفي، وبتحكي عن حملة عسكرية قام بيها مرنبتاح في كنعان وليبيا. فلاندرز بيتري كان بريطاني المولد، يهودي الدين أو الديانة صهيوني الهوى، حتى قبره فين؟ في القدس. الغريب بقى في آخر اللوحة في سطر من السطور مكتوب بالنص: إسرائيل اندثرت ولا بذر لها. دي أول مرة في التاريخ يذكر اسم إسرائيل. طيب إيه المقصود بكلمة إسرائيل هنا؟ دولة؟ لا، أغلب المؤرخين شايفين إن المقصود هو مجموعة قبائل بدوية كانوا عايشين في كنعان وملهمش كيان سياسي واضح. يعني مرنبتاح لما قال إسرائيل انتهت هو بيقصد إن حملته العسكرية خلت المجموعة دي تتبدد، لكن الواقع بيقول لا، ما كانوش انتهوا تماما. طب ليه الناس مسميينها لوحة النصر؟ عشان النقش كله بيمدح الملك مرنبتاح وبيحكي عن انتصاراته العظيمة سواء على الليبيين أو على شعوب كنعان، وده كان أسلوب شائع في مصر القديمة، إن الملك يثبت قوته قدام الشعب بالكلام عن الحروب والانتصارات. بس رغم كده أكتر ناس ركزوا عليه هو السطر اللي فيه إسرائيل، لأنه عمل ضجة عند الباحثين في التاريخ، ولحد النهاردة بيعتبر أهم وأقدم مصدر تاريخي بيذكر الكلمة دي. بعض الناس فسرت ده على انه دليل ان بني اسرائيل كانوا في كنعان قبل الخروج من مصر، وده بيخالف الروايه الدينيه المعروفه. وفي غيرهم بيقول لا، دي كانت مجرد قبائل، واسرائيل هنا اسم قبيله مش دوله ولا شعب زي ما التوراه بتصور. طيب ومين سماها لوحه مرنبتاح؟ اللوحه اتسمت كده نسبه للملك اللي امر بيها، لكن التسميه الاشهر في الاوساط المصريه هي ستيل اوف مرنبتاح، واوقات تانية بيسموها اسرائيل ستيل. واللوحه دي النهارده معروضه في المتحف المصري بالتحرير، ولو رحت هناك هتلاقيها واحده من القطع اللي عليها تركيز عالي جدا، لانها مش بس بتتكلم عن حرب، دي بتلمس نقطة حساسة في التاريخ الديني والسياسي للمنطقة كلها. لوحة مرنبتاح مش مجرد حجر عليه كلام، دي وثيقة فرعونية من اكتر من 30 قرن بتقول ان في كيان اسمه اسرائيل كان موجود، بس من وجهة نظر الفراعنة انتهى واتبخر، والتاريخ ليه رأي تاني. قولولي في الكومنتات، هل تفتكروا فعلا ان دي قبيلة صغيرة ولا كانت بداية كيان كبير؟ هل فعلا حصل خروج لبني إسرائيل من مصر، ولا القصة كلها رواية دينية ملهاش أصل أثري؟ استنونا في الحلقة الجاية وسر تاني من أسرار التاريخ. فمكتوب فيها إيه؟ أما حورو اللي هي فلسطين فقد أصبحت أرملة لمصر، يعني خاضعة لي. أما يسر يار، 6 حروف، يسر يار، فقد قضيت على بذرتها. ده مرنبتاح اللي بيقول. هو ابتدى بقى عاوز بقدر الإمكان يطلع. يسريار ممكن تبقى يسرير، ويسرير ممكن تبقى أسرير، وأسرير ممكن تبقى أسرائيل، وأسرائيل تبقى إسرائيل. ونكتشف إن في قبائل بحر، في كريت وجزر اليونان اسمها يسريار.